ازاي يا فندم؟ مفيش حاجه يا فندم اسمها خيانه زوجيه. يعني ايه مفيش؟ لا طبعا. هو انت عندك حاجه اسمها شروط صحه الزواج، اكتب يا مأذون، والا يعرفها عليها امراه اجنبيه او يعاشرها؟ لا، ده مسلم يغلط وكل بني ادم خطاء يا حبيبي، والغلط يعني صغيره معلش حضرتك بالتعريف الديني مفيش حاجه اسمها خيانه زوجيه اطلاقا. في حاجه اسمها خيانه زوجيه؟ ده يقولها واحد مودرن اهبل ولا عمره درس خيانه زوجيه. يعني ايه خيانه زوجيه؟ الخيانه الزوجيه انت تعرف في ايه؟ ان هو يبقى معاه مال قارون وجوعها، هي دي الخيانه الزوجيه. انما ارتكب ذنب يبقى خانها. خان مين يا واد؟ يعني علاقه خان مين يا حبيبي؟ علاقه غير شرعيه في خارج اطار الزواج والراجل ده متجوز وده ما يبقاش خيانه لا يا اخويا، خيانه ربانيه، لان ربنا اللي قال له ولا تقربوا الزنا، مش مراته اللي قالت. ربنا يعني قال له يا واد ما تعملش كده. ده خطأ، ده خطأ او خطيئه دينيه. جدع. زوجيه ايه؟ ده واحد ارتكب خيبه، ده واحد ارتكب خيبه في حق مين يا شريف؟ مين اللي هيتحاسب عليها يا حبيبي؟ رد عليا، مين اللي هيتحاسب عليها؟ اللي عملها. اللي عملها.